الصحراء. كلمة أول ما نسمعها نفكر بالرمال والحرارة، لكن الحقيقة إن الصحراء تحمل في طياتها أكثر من مجرد رمال وحرارة، بس السحر اللي فيها أكبر من هيك. الصحراء هي مكان مليء بالأسرار والجمال الذي لا يمكن وصفه بالكلمات. الصحراء عالم بروحه، عالم جميل وغامض، كل زاوية فيها تحكي قصة، وكل حبة رمل تحمل تاريخ. والصحراء المغربية هي جوهرة حقيقية مليانة السحر والتنوع. مناظرها الطبيعية تأسر القلوب وتخطف الأنظار. أرض واسعة في جنوب المغرب بتقدم تجربة ما بتنسي. كل خطوة فيها هي مغامرة جديدة، وكل لحظة هي اكتشاف. راح نكتشف سوى سحر الصحراء المغربية ونشوف تضاريسها المتنوعة، من الكثبان الرملية لحدود الجبال. كل منطقة فيها لها طابعها الخاص وجمالها الفريد. راح نتعرف على ثقافة أهلها الأصليين وتقاليدهم وفنونهم. الناس هنا يعيشون بتناغم مع الطبيعة، ويحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم القديمة. انطلقوا معنا بها المغامرة لنكتشف أسرار الصحراء المغربية. سنغوص في أعماقها ونتعرف على جمالها الخفي وسحرها الذي لا ينتهي. لما نتخيل الصحراء، أول شيء بيخطر ببالنا شكل الرمل الممتد بلا نهاية. بس الصحراء المغربية غير هيك، فيها تضاريس مختلفة، وكل منطقة فيها سحرها الخاص. الكثبان الرملية بتغطي مساحات واسعة من الصحراء المغربية. الرياح بتغير شكلها بشكل دائم وكأنها لوحات فنية طبيعية. وجبال الأطلس الصغير بتفصل بين الصحراء والمناطق الساحلية. بينها الجبال في وديان جافة كانت زمان أنهار مليانة مياه. وهالوديان هي موطن للعديد من النباتات والحيوانات اللي قدرت تعيش بهالبيئة. النباتات الصحراوية بتتحمل الظروف القاسية وبتزدهر فيها الأرض الجافة. الحيوانات الصحراوية مثل الثعلب الصحراوي بتتكيف مع البيئة الصعبة وبتلاقي طرق للبقاء. القوافل اللي بتمر عبر الصحراء بتعكس تاريخ طويل من التكيف مع هالبيئة. البدو الرحل اللي عايشين في الصحراء عندهم معرفة عميقة بكيفية العيش في هالظروف. البربر سكان الصحراء الأصليين عندهم تقاليد وثقافة غنية مرتبطة بهالأرض. غروب الشمس في الصحراء المغربية بيحول الرمال لبحر من الذهب. وفي الليل السماء بتتحول لعرض مذهل من النجوم. الجلسات حول النار في الليل بتعطي شعورا بالدفء والانتماء. والشاي المغربي التقليدي جزء لا يتجزأ من تجربة الحياة في الصحراء. الصحراء المغربية عالم مليء بالجمال والتنوع بيستحق الاكتشاف. الكل بيعرف أن الصحراء حارة بالنهار وباردة بالليل، لكن هل تساءلت يوماً عن السبب وراء هذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة؟ في الصحراء المغربية ممكن درجة الحرارة توصل ل50 درجة تحت الشمس. الشمس تكون ساطعة وقوية، مما يجعل الرمال والأرض تمتص الحرارة بسرعة كبيرة. ولما تغيب الشمس بتنزل الحرارة بشكل كبير، وممكن توصل لأقل من الصفر ببعض الليالي. هذا التغير السريع في درجات الحرارة يحدث لأن الرمال تفقد الحرارة بسرعة كبيرة بعد غروب الشمس. وهالتفاوت الكبير بدرجات الحرارة بسبب قلة الأشجار وجفاف الهواء. الأشجار والنباتات تلعب دورا كبيرا في تنظيم درجات الحرارة، لكن في الصحراء قلة النباتات تجعل التغيرات أكثر حدة. الرياح اللي بتمر بالصحراء جافة وحارة، واسمه الشيروكو. هذه الرياح تأتي من الجنوب وتجلب معها حرارة شديدة وجفاف. وهالرياح بتحمل معها الرمال وبتعمل عواصف رملية بتغطي المكان. العواصف الرملية يمكن أن تكون خطيرة، حيث تقلل من الرؤية وتسبب مشاكل في التنفس. لكن في الليل عندما تهدأ الرياح وتصفو السماء يمكن رؤية النجوم بوضوح. السماء الصافية في الصحراء تجعلها مكاناً مثالياً لمراقبة النجوم. إذا كنت خطط لزيارة الصحراء، من المهم أن تكون مستعداً لهذه التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة. احمل معك ملابس دافئة لليل وملابس خفيفة لنهار، ولا تنسى الماء. مع أن الطبيعة قاسية،
إلا أنه في الصحراء المغربية ثقافة غنية وتاريخ عريق. سكانها الأصليين الأمازيغ قدروا يتكيفوا مع الظروف الصعبة وحافظوا على تقاليدهم وعاداتهم. الحياة في الصحراء بسيطة مبنية على الكرم. أهلها تعلموا كيف يعتمدوا على نفسهم. من أهم التقاليد الاجتماعية في الصحراء هي حفلات الشاي. يجتمع الناس فيها ليتشاركوا الأخبار ويشربوا الشاي المغربي. الفنون والموسيقى في الصحراء المغربية بتعكس روح المكان وتاريخه. الموسيقى هي لغة بتعبر فيها عن حالهم وبيحكوا فيها قصصهم وبينقلوا تراثهم من جيل لجيل. الموسيقى الصحراوية بتستخدم الآلات الإيقاعية زي الطبل والدف مع بعض الآلات الوترية. من أشهر أنواع الموسيقى الصحراوية هي الكناوة، وبتمزج بين الإيقاعات الإفريقية والأمازيغية. ممكن البعض يشوف الصحراء مكان قاسي، بس هي فعلياً موطن للعديد من الكائنات الحية اللي قدرت تعيش فيها. الحيوانات والنباتات اللي عايشة بالصحراء عندها خصائص فريدة بتساعدها تعيش بهالبيئة الجافة. من أشهر حيوانات الصحراء هو الجمل، واللي بيعرف بقدرته على تحمل العطش لفترات طويلة. وكمان في أنواع مختلفة من الزواحف زي السحالي والأفاعي، وبتتغذي على الحشرات والحيوانات الصغيرة. السياحة في الصحراء المغربية صارت وجهة مهمة للناس اللي بتحب المغامرة واكتشاف ثقافات جديدة. بتقدم التجربة فريدة من نوعها بعيداً عن ضجيج المدن والحياة الحديثة. من أشهر الأنشطة السياحية في الصحراء ركوب الجمال والتجول بين الكثبان الرملية والتخييم تحت السماء. وكمان ممكن للزوار يستمتعوا بحفلات الشاي التقليدية ويتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين. الصحراء المغربية إرث طبيعي وثقافي مهم لازم نحافظ عليه للأجيال القادمة. الاهتمام بهالمنطقة بيساعد على دعم السياحة وبيوفر فرص عمل للسكان. كلنا لازم نعرف أهمية الحفاظ على البيئة في الصحراء ونحميها من التلوث. يلا نحافظ على جمال الصحراء وسحرها، لأنها مصدر إلهام لنا وللأجيال الجاية.